الصورة يتشفقي كبودا السجن تقب سلام الصورة سفال الكبولا لا لي لا لي لا لي لا 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 لي لا لي الصورة سفال الكبولا مشاهدينا الكرام، الإخوة والأخوات، الحضور الكريم، السيدات والسادة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي اسمي كوثر عبد الرحمن، واسم الوفاق الإريتري، أود أن أرحب بكم جميعا إلى هذه الندوة، ندوة سنيت ل 2023. أرحب بكم جميعا. واليوم هو اليوم 18 من شهر مارس آذار 2023. وقاعدة حد مسحهم كبرات أحواتن أحاتن لو معتم بأركس نقول لحدكم مسحهم ظلهم أبزيخون ولا ترينا ظلهم أبزوم. وقاعدة حد مسحهم قبلكم يفطوا وحفتهم كوثر عبد الرحمن لو معلت أغربيتنا هذه البروغرام سنيتنا كل تشحن أسران ثلاثة خونة مالتيو حجم بأركس نتي بروغرام نايلو معلتنا يتصبحن ثلاثة نوح بروغرامي بزخر سمعتات كنا هنجمرنا كلهم أبزي ظلهم أبجزهم ترينا ظلهم أب أوفيس اللهم دو نبل again حدادا لشهدائنا الأبرار. نود أن نقف لحظة صمت نفتي بروجرام أتينا ناي جروب نمبر 1 مودريتور سلوى نور. مرحبا، هلا وسهلا فيكي. مرحبا. unmute yourself. unmute سلوى. okay. سلوى will take it over from here. سلوى هلا وسهلا، تفضلي. يلا there you go. يلا تفضلي. اوكي شكرا جزيلا. طيب أتمنى البقية موجودين ولنا الحضور الكريم عبر منصة الزوم والمؤتمرين. الصوت واضح؟ أنا سلوى نور، أحييكم وأبدأ معكم الجلسة الأولى لندوة حركة الوفاق الإريترية لعام 2023 تحت شعار الوفاق الوطني أساس وحدة الشعب. تهدف هذه الندوة كما أسلفوا الإخوة في المقدمة إلى إقامة ائتلاف وطني إريتري مبني على أساس حماية السيادة الوطنية والأمة الإريترية،
وكل أمنياتنا للندوة بالتوفيق. جلستنا ستكون تحت عنوان الجذور التاريخية للأمة الإريترية وتأثيرها في بناء الأمة. المتحدثون هم على التوالي دكتور موشي كمتحدث رئيسي وورقته بعنوان الأمة الإريترية في حقبة ما قبل الاستعمار، وسيعقبه الأستاذ زين شوكاي في ملخص للورقة باللغة التجرينية، ومن ثم الأستاذ شفاء عمر في مداخلة بعنوان أصل السيادة الوطنية الإريترية الأمة، وبعدها سنكون مع مداخلة الأستاذ درع دباس بعنوان مكانة الأمة الإريترية في حقبة ما بعد الاستقلال، وفي الختام سنتيح الفرصة للأستاذ زين شوكاي لطرح الأسئلة على المتحدثين. الآن دكتور موشي المنصة والمايك لك، أرجو أن تكون جاهزا وتلتزم لك مساحة من الوقت لا تتجاوز 30 دقيقة، نتمنى أن تكون كافية لك، فتفضل. تفضل. طيب أنا صوتي مسموع إن شاء الله؟ نعم مسموع جدا، نعم صوت واضح جدا، تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن يكون الصوت يستمر بها على هذه الشاكلة، لأن أحيانا الشبكة عندنا مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر الأخت سلوى نور، وأشكر سنيد وكل القائمين عليها على جهودهم المخلصة التي يقومون بها من أجل حرية وخلاص أمتهم الإريترية. كما أشكر شكرا خاصا جدا لسماحهم لي هذا المساء بالهمس في آذان أجدادنا لأقول لهم ما زلنا على الطريق الذي مهدتموه وعبدتموه للوفاق الوطني، وما زلنا متمسكين بشعاركم التاريخي إريتريا للإريتريين، وما زلنا نستحضر اليوم ونحن نواجه التحديات العظام مقولتكم الخالدة إن وجودنا في هذه المنطقة يتعلق بشكل حاسم في مدى مقدرتنا على العمل بشكل جمعي كأمة. وبعد أعتقد أن هذا الموضوع، موضوع الأمة والخطيرة، يتعلق بوجود إريتريا من عدمه كأمة دولة، لأن أي اختلال في هذا المفهوم أو أي تشويش أو ضبابية فهذا يعني أن وجود الأمة الإريترية موضع تساؤل، كما هو الحاصل اليوم، أنه ينتمي إلى تيغراي، والبعض الآخر تداعبه أحلام إثيوبيا الكبرى، والبعض الآخر غارق في مشروع القوميات المفتعلة المفبركة وأيديولوجيات ما دون الوطنية إلى آخره. أن نختلف في طريقة الحكم كأمة، أن نتسارع على السلطة في إريتريا كأمة كغيرنا من الأمم وارد ومقبول كذلك. أما أن نختلف على إريتريا كأمة وهوية هذا أمر خطير جدا، لأن ذلك يؤدي بالضرورة إلى مواجهة وجود إريتريا كأمة متمايزة، سؤال شرعية البقاء. وهذا هو الحاصل بعد أن دفعت أمتنا الغالي والرخيص في سبيل إثبات أنها أمة متمايزة تمتلك إرادة العيش المشترك وتتطلع إلى المستقبل. كل النضالات، كل التضحيات من الأربعينات وحتى كان من أجل استرجاع هذا نعم للاستقلال.
كنا نقول نعم للأمة الإريترية، أمة تمتلك أيديولوجيا جماعية شعار للإريتريات العرب. إنما نراه اليوم يوضح لنا أية أمة كنا. تنكر، هناك قطاعات كبيرة تنكر لكل نضالات الأمة وتضحياتها وتطلع نحو الآفاق بحثاً عن هويات عرقية مبتذلة إلا مزيدا من الآلام والحروب والتوحش والصراعات الدموية والقتل والتدمير والظلم والتشريد والبطش والقمع. رأيت نتائجه خلال المعارك الفائدة هذه الهويات المدعاة التي تريد أن تلغي هوية إريتريا، نتائجها ستكون مثل هذه النتائج التي رأيناها في الحرب الأهلية الإثيوبية. وقبل أن ندخل في الموضوع لا بد أن نمر ولو مرور الكرام على مرتكزات الأمة الإريترية باعتبارها خلفية مهمة نطل من خلالها على تاريخ نضالات أمتنا من أجل حقوقها التاريخية والحضارية والثقافية كأمة. صحيح أننا لا نستطيع أن نلم بكل أطراف الموضوع في هذه السانحة المحسوبة، وخاصة أنني أرى عسى أستاذتنا الفاضلة سلوى، لكننا سنحاول الإجابة على أهم الأسئلة التي تتعلق بالأمة الإريترية من قبيل: هل نحن أمة؟ هذا السؤال يطرح، هل نحن فعلا أمة؟ وما هي مرتكزات الأمة الإريترية؟ ولماذا أنكر المجتمع الدولي يوما ما، أقصد به المجتمع الدولي القوى الاستعمارية، وجود الأمة الإريترية؟ وهل إريتريا فعلا تلبي متطلبات الأمة طبقا للتعاريف التي أرستها القوانين الدولية؟ وكيف رأى أجدادنا الأمة وكيف عرفوها؟ للإجابة على هذه الأسئلة نقول لكل أمة مرتكزات، وأنا أدعي أن مرتكزات الأمة الإريترية قوية جدا، قوية بكثير من مرتكزات تجاورنا. فالأمة الإريترية كغيرها من الأمم لها مرتكزات أساسية، وأنا أريد أن أذكرها باختصار تتمثل في الآتي. أولاً، الأمة الإريترية ما قبل الاستعمار، وهذه هي الخلفية الحضارية للأمة الإريترية. أي إنسان يقرأ تاريخ إريتريا اجتماعياً سياسياً جغرافياً إلى آخره، أي إنسان له إلمام بسيط بدخول إريتريا إلى التاريخ فإنه سيكتشف أن دخول إريتريا إلى التاريخ أبرز منذ القدم صوراً مما سماه علماء الاجتماع الأمة البدائية. فالأمة كما يعرفها أرنست رينان روح، مبدأ روحي، فهي موجودة دائماً باعتبارها جزء طبيعي من البشر. بل هناك مدرسة أطلق عليها البدائيون لإيمانهم بالطابع السحيق في القدم والدائم للأمة عكس الحداثيين. إن قراءة عميقة جدا لتاريخ أمتنا الطويل تعكس وحدة في الأصول، وحدة في المنطلقات التاريخية، وحدة في المنطلقات البشرية. مهما سموهم هذه المسميات، يسموهم كوشيين حاميين ساميين، لكن المنطلقات التاريخية والبشرية لأمتنا واحدة. وتظهر هذه القراءات بأن أمتنا عاشت في بوتقة جغرافية لا تعرف الحدود والحواجز، ونسق اجتماعي وحضاري وثقافي متداخل متساهر على مر التاريخ، من التوطمية مرورا بالوثنية وحتى انبلاج رسالتي التوحيد المسيحية والإسلام، والتي ساغتا سلوك أمتنا الفكري والقيمي على نحو يفوق بكثير نظريات رابطة وحدة العرق والسلالة الساقطة. فقد عاشت أمتنا يا جماعة متقاربة
متجاورة متساهرة، يعرف بعضها بعضا، مش زي الأمم الأخرى. إثيوبيا التي يدعون أنها أمة ما حتى الآن لا يعرف بعضهم بعضا. أنا أعرف إثيوبيا جيدا. منطقة الجنوب لا تعرف عن الشمال، والشمال متساهرة متلاقحة مندمجة في ممالك عريقة. يؤيد ذلك الحقائق، تؤيد هذه الأمور، تؤيدها الحقائق الجغرافية والروايات التاريخية والحفريات الأثرية، وما هو حاصل من شواهد التطور الحضاري في الدين والعادات والتقاليد إلى آخره. نحن نعرف أن إريتريا كان نشأ في أديمة عدد من الممالك. مملكة أتوليس من أشهر الملوك الملك زسكالس، مملكة عليها بلينيس الأكبر اسم إليوس، مملكة قطعة وحكمها كان يبدأ، شوفوا هذا التداخل، مملكة قطعة كان يبدأ حكمها من نقفة وحتى مسوعة وتهلك، مملكة جارين وحكمها كان يمتد من رورة بقلة وحتى ساحل البحر الأحمر، مملكة بقلين وحكمها كان يمتد من دكتور موشش الصوت بدأ يقطع. دكتور إدريس الصوت بدأ يقطع، ممكن شوية كده. ساحل البحر الأحمر في اتجاه البحر، وكان حكمها مملكة البحر كانت عاصمة. نحن فقدنا الاتصال باين مع دكتور رجع مرة أخرى. اتفضل. الشبكة كانت سيئة من قبل دقيقة يا دكتور، مش دقيقة واحدة بس كان سار. Is he unmuted? Yeah. He can talk. Yeah. أنا أسمعك الآن. أيوة نعم. أيوة نعم. أرجع شوية كده يعني لورا لنص دقيقة. إذا ستأذن أحسب هذا النصف يا لا معوض إن شاء الله. أيوة. طيب يعني إريتريا أنا أقول كانت هناك ممالك. إريتريا لم تكن هكذا جاء إليها طليان واستوطنوها أو جاءوا بمجموعة من البشر في صناديق وزرعوها في إريتريا. إريتريا كانت فيها ممالك كغيرها من الأمم. هذه الممالك التي ذكرتها الآن، مملكة دهلك، وعندنا مملكة دوليس، مملكة قطعة، مملكة جارين، ومملكة بقلين. هذه الممالك في حدودها كانت متداخلة بشكل عجيب جدا جدا، وكانت هناك طرق عجيبة الآن ليس لنا وقت لكي نشرح، كانت تربط هذه الممالك بعضها ببعض. ليس هذا فحسب، حتى في مجال التنظيم الاجتماعي، القبيلة والإندة نفس الشيء، والفني، الموسيقى والربابة، في المجالات هذه كلها، وفي الأدب وفي الشعر ما لا يتسع المجال لذكره، سنجد تطابقا كبيرا في أكثر الحالات، مما يؤكد على تواسل أمتنا الثقافي والحضاري. وكان هذا مجرى التاريخ عكس الأمم السابقة، عكس جيراننا السودان. حتى الآن السودان لا يعرف بعضه بعض، ولا إثيوبيا تعرف بعضها بعضا. خليك من أفريقيا الأخرى لما تجي. أمتنا كانت كلها بهذا التواصل على مر التاريخ. هذا لم يحدث في تاريخ الكثير من الأمم، بل نادر جدا في محطات تواصل الأمم. على أن هذا التطابق في العادات والتقاليد والملامح والأفكار بين أبناء أمتنا ليس هو وحده الدليل على اندماج الأمة ووحدة الأرومة والمنشأ بينها. كانت مستعدة، أمتنا كانت مستعدة لكي تصبح أمة قبل الأمم، لأن هذه الأمة كانت تشترك أيضا في الدين من الطوطمية، حيث في ظل الآلهة عستر عبدت في كل إريتريا الآلهة، ومدر عبد في كل إريتريا، وورح وألمقة وبحير ويفعم ورفش كالب ريام. هذه نقوشات وجدت لهذه المعبودات في مناطق كثيرة في إريتريا، مما يدل حتى رسالات السماء الخالدة الإسلام والمسيحية.
لذلك الأمة الإريترية كانت في تواصل وتلاقي منذ قديم الزمن، منذ الأزل. لم إريتريا، أمتنا الإريترية حتى في ممالكها لم تكن هناك غزوات كغزوات التوسعية التي كانت يقوم بها أباطرة الحبة الإثيوبي. وفي المجال الحضاري نذكر أيضا المنحوتات، فالمنحوتات التي عثر عليها في إريتريا في مواقع كثيرة تجاوزت 80,000 موقع يا جماعة، 80,000 موقع أثري في إريتريا، في قيحيط العزيمة ومطرة ودبدب وكسكسي ودهلة، وفي المنطقة الغربية في كوكل وشابيت ودندانيت وحلحل، كلها منحوتات متشابهة بل متطابقة. الأمر الذي يدل على العلاقات الثقافية القوية جدا التي كانت قائمة بين أبناء أمتنا الإريترية. بالمناسبة حتى لغاتنا محايدة، لغاتنا في إريتريا نفسها محايدة لا يدعيها أحد. كل من يأتي إلى هذه المنطقة من المتداخلة فيتكلم باللغة التي يجدها في المنطقة التي يعيش فيها. نعم هناك تنوع ثقافي لكنه مفتوح. الآن يريدون أن يجعلوه مغلق. هذا التواصل كان موجودا، التنوع كان موجود، ولكنه كان مفتوح بشهادتنا نحن الآن الذين نعيش، وبشهادة المؤرخين والكتاب، وبشهادة الكثير. فلا وجود في تاريخ أمتنا لمجموعة منعزلة، ما في مجموعة منعزلة، بل لا يوجد في إريتريا حتى ما سموه بالمجموعات اللغوية بمفهوم القومي الموجود الآن، لأن هذه المجموعات تندمج في ثقافة مشتركة وأخرى متداخلة. وطالما كانت أمتنا تحافظ على تواصل مفتوح مع بعضها وفي جميع مسارات الحياة، وهذا الانفتاح كان دائما الضامن لاستقرار الحياة الاجتماعية لأمتنا. ولذلك لم تكن هناك غزوات كبيرة ودموية كما عرفتها الأمم الأخرى بين الإمارات التي قامت في إريتريا، لأنها كانت متساهرة متزاوجة وصلة رحم كانت متوجدة. كانت أمتنا تعرف بعضها بعضا منذ الأزل. فالقبائل والعشائر الموجودة في بركة هي نفسها الموجودة في سمر والساحل وفي عنسبة وبالعكس. والكثير من الإمدادات في الهضبة هي امتداد لتلك القبائل والعشائر في المنخفضات والعكس. علما بأن إريتريا تأتي في أوائل الدول الأفريقية بخصوص نسبة التجانس. هذه دراسات علمية أثبتت بأن نسبة التجانس في إريتريا تأتي في بعد رواندا. تجانس على الصعيد الاجتماعي، تجانس على المستوى الثقافي، تجانس في الميدان الحضاري وفي منظومات القيم. يعني أن مقومات التجانس تطغى على مقومات العزلة، والمشترك أقوى من الخصوصيات الهامشية. مشكلتنا فقط يا جماعة في التجانس السياسي، وهذا شيء طبيعي. إذا كان في إطار إريتريا أن نتسارع في إطار إريتريا لا بأس نتسارع، أما أن نختلف في الأمة الإريترية، في الهوية الإريترية، فهنا المشكلة. فهنا ماذا المشكلة؟ لذلك أنا أريد أن أمشي سريعا حتى لأن الوقت يجرينا. إحنا فقط أريد أن أعطي أمثلة ما يؤكد على هذا الكلام الذي نقوله. الناس كانت متواصلة متلاقحة وتقرأ أفكار بعض وتعرف بعضها بعضا، كانت مهيئة للدخول في مفهوم الأمة وفي مشروع الأمة، كانت مهيئة. فلننظر إلى الطرق الصوفية ومواقع الآثار المسيحية في عملية التواصل. الطرق الصوفية الحوليات السنويه اللي كانت تكون للشيخ عبد القادر كذا والشيخ كذا، الناس من جميع المناطق تاتي الى سمهر، ومن جميع المناطق تاتي الى الساحل، لان هناك في حوليات للشيوخ وحتى من المرتفعات، واحيانا يمشي من المنخفضات الى المرتفعات. الناس متواصله. سيدي هذه الحوليات الكثيره، مهرجان مريم دعاري في مدينه كرن ودبرسينا، هذه كلها كانت حتى المسلمين يحضرون لممارسة التجارة. الناس كانوا يعرفوا بعض الثقافات، يتلاقحون الأفكار مع بعض. بعدين المرتكز الثاني الاستعمار الإيطالي والبنية التحتية للاتصالات التي قام بها. نحن نقول وأجدادنا اعترفوا بذلك أن الاستعمار الإيطالي وفر الشرط السياسي لوجود الأمة الإريترية، هو شرط سياسي فقط وليس شرطا ثقافيا ولا حضاريا. نحن لم يأتوا بنا الإيطاليين من جنوب إيطاليا وزرعونا كالطماطم في إريتريا، نحن وجدنا هناك. الإيطاليين هم الذين جاءوا
جاء الإيطاليون إلى إريتريا فوجدوا الإمارات، وجدوا شعبنا الإريتري بحضارتنا بثقافتنا بتاريخنا، لكنهم وفروا شرط سياسي وأنهم وضعوا الخريطة الاستعمارية. وهذه مشكلة ليست مشكلة إريتريا بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية صنيعة استعمار وحدودها حدود استعمارية. فلماذا نحن فقط ينطبق علينا هذا الأمر؟ لذلك هذا التوسع في التكنولوجيا والاتصالات، أنا كل علماء الاجتماع أكدوا علماء السياسة على أنه شرط لا غنى عنه في بناء وتكوين الأمة. وقد أسهب علماء الاجتماع في أهمية البنية التحتية والاتصالات ودورها في التواصل الاجتماعي وتوثيق العلاقة وتكوين أمة. هذه دراسات كثيرة كل ممكن الإنسان يستطيع أن يطلع عليها. صحيح، لذلك أنا أقول كان للبنية التحتية للاتصالات التي بناها الاستعمار الإيطالي، وهذه الطرق العجيبة الجميلة التي غطت شبه معظم الجغرافيا الإريترية، كان لها آثار عميقة جدا في اندماج المجتمع الإريتري ومسار الأمة الإريترية في التواصل والاتصال. صحيح أن أمتنا كانت تعرف بعضها بعضا كما قلنا، كانت مندمجة اندماجا إيجابيا قبل الاستعمار. صحيح، لا التحتية للاتصالات في عهد الاستعمار الإيطالي ولد ظروفا جديدة مكنت أمتنا بخلفياتها الاجتماعية والثقافية من التفاعل أكثر فأكثر، وهذا بدوره خلق شبكات اتصالات وعلاقات اجتماعية واسعة أدى إلى تطوير أعراف أمتنا الاجتماعية وأنظمة قيمها المشتركة، الأمر الذي كان له تأثير غير مسبوق في خلق الشعور بالانتماء إلى أمة. وقد شهد أن نحن نعرف الإيطاليون ماذا فعلوا، اقرأوا ماذا فعلوا، الأنظمة التي بنوها، الطرق التي بنوها التي شيدوها، مسوع قندع، ربطوا مسوع بقندع، قندع بنفاسيت، نفاسيت بأربع ربوع، أربع ربوع بأسمرة، أسمرة بكرن، كرن بأغردات إلى آخره. هذه الطرق يعني، والطرق الإسفلتية الدراسات أثبتت أنهم عملوا في إريتريا 3596 كيلومتر تربط أهم المراكز الحضارية الناشئة في إريتريا. اليوم مش موجودة هذه الطرق التي عملها الاستعمار الإيطالي في حينها. يعني ربطت أبناء أمتنا من جميع المناطق، من الشمال إلى الغرب إلى الجنوب، بالإضافة إلى المصانع التي عملوها والمزارع الضخمة التي عملوها. هذه الشبكات وهذه والمواصلات، شركات النقل في إريتريا الآن ما أعرف كم شركة عندنا. شركات النقل في ذلك الوقت طبقا للمصادر الإيطالية يعني حاجة عجيبة جدا جدا. 846 شركة نقل كانت موجودة في إريتريا من الإيطاليين. اليوم ممكن حتى واحد ولا اثنين. 846 ماذا كانت تنقل؟ كانت تنقل بلس والحجار، كانت تنقل بشر مع البضائع، والبشر يلتقون، يتحدثون، يتثاقفون، ينقلون أفكار، يتساهرون، يتزاوجون. هذه البنية التحتية كلها أثرت بعدين في المجال الاقتصادي. لا ننسى المصانع التي عملوها، المصانع البربرة والشرو ومصانع اللحوم المعلبة والمخابز إلى آخره. الناس كانت تعمل في هذا المصانع من جميع المناطق وتتعارف، ومن أنت ومن هذا، مع أن أمتنا تعرف بعضها بعد في الأخير. يعني بعدين التحضر الذي سببه الاستعمار الإيطالي، كان في نوع من التحضر، نقول مش كان خلاص نحن كنا رعاة، ولكن التحضر تطور بشكل كبير جدا في عهد الاستعمار الإيطالي. ونحن نعرف أن التحضر له تأثيرات هائلة جدا على العادات وأنماط السلوك والتفكير والقيم، وفي خلق الشعور الجمعي وبناء الأمة. وقد أدى النشاط الصناعي والزراعي الذي ذكرناه إلى التحضر، والتحضر هذا بدوره أدى إلى خلق فئات حضرية مثقفة سياسية ساهمت فيما بعد في بناء المشروع الوطني الإريتري. هذا شيء لا يهمنا. هذا كنا نرى أماكن السينما، دور التعليم، حتى في التعليم الاستعمار ماذا كان يدرس أبنائنا في إريتريا أيام الاستعمار؟ كان يدرس إريتريا وخريطة إريتريا وتاريخ إريتريا بشكل منفصل. وعندما يدخل الطالب إلى فصله يرى خريطة إريتريا، وفي الكتاب جزء من الكتاب في جغرافية إريتريا. هذه الأمور كلها شكلت وجدان الأمة الإريترية، وأن الأمة الإريترية خلاص يعني في طريقها إلى أن تصبح أمة. بعدين دور السينما في بنائها، وكم سينما كان عندنا. إثيوبيا ما كان فيها حتى سينما واحدة، عندما كانت في إريتريا سينما في كرن وفي أسمر وفي قندع وفي شنو اسمه هذا، في أغردات
دور السينما شعب راقي بدأ يفكر، عنده عقلية الأمة الإريترية بالفعل، والمصالح بدأت المصالح تتشكل، المصالح الجمعية تتشكل، المهددات الجمعية. كذلك ما يمكن أن نسميه هنا التجنيد الإجباري. التجنيد الإجباري، الأمة الإريترية شبابها 60,000 فقط ذهبوا إلى ليبيا، فكم كانوا مجندين؟ يعني 200,000 300,000. هؤلاء 200,000 كانوا عبارة عن دومينو يتحركوا وحجار، ما عندهم روح ولا شعور. ما الناس هذه تجتمع تفكر تتحدث وتعرف أنهم إريتريين، ونحن الآن تحت الاستعمار الإيطالي ومش عارفوا إريتريا وتاريخ إريتريا وجغرافية إريتريا إلى آخره. هذا أيضا كان عامل كبير جدا من عامل ظهور الأمة الإريترية. إحياء ما نسميه النضالات المتفرقة، أجدادنا استفادوا من هذا في الأربعينات. مقاومة الشعب الإريتري بقيادة الأسود دنكئيل للغزو الإثيوبي بقيادة يوهنس عام 1878، قيادة القائد كنتيباي حامد ضد الغزو المصري، انتفاضة دجاجماش بهتحقوس 1894 ضد الحكم الإيطالي. نعم كانت هذه النضالات متفرقة، أنا معكم، لكنها تمثل مستودعا موجودا مسبقا للمشاعر الوطنية والأمة الإريترية. المشاعر الأمة الإريترية كانت فقط تنتظر الاستيقاظ أو كيانا معاديا لها لتنبثق الأمة الإريترية، وهذا ما فعله أجدادنا في الأربعينات. جمعوا هذه النضالات المتفرقة فخلقوا منها شعور جمعي، وهذا هو كل الأمم فعلت هكذا. نحن تراثنا غني جدا، بعد الدول جاءوا بأساطير، نحن ما كنا بحاجة إلى أن نأتي بأساطير. من تراثنا من نضالاتنا المشتركة استطاع أجدادنا أن يبنوا باكورة لهوية موحدة للأمة الإريترية، مشاعر موحدة. المرتكز الثالث، وأنا الآن سأستعجل لأنه وقت ما في نضالات أمتنا في الأربعينات وتضحياتها، لأنني أرى أن الأخت سلوى قد تضغط علي. طيب هذه سأتجاوزها لأننا خذ راحتك، لسه عندك من زمنك 5 دقائق، ولسه نقدر نضيفك كمان 10 دقائق، يعني في حدود ال 15. 5 دقائق أيوة. أنا خلاص لا أكثر 15 دقيقة. طيب. لا 15 دقيقة. نعم أيوة تقدر تغطي الموضوع يعني. نضالات أمتنا حتجاوزه المرتكز الثالث في فترة الأربعينات وتضحياتهم، ونحن نعرف تضحيات جسام جدا 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 جدا. هذه التضحيات التي لم تبدأ بشهادة استشهاد عبد القادر الكبير، الشهيد عبد القادر الكبير، إلى آخره من الشهداء في فترة الأربعينات. ثم كان الرابع حدث تجاوزناها نكسب الزمن. المرتكز الرابع نضالات أمتنا وتضحياتها جنبا إلى جنب في خندق واحد، ووقوفها يدا بيد من أجل تحرير النسر المبين الذي اختلطت فيه الدماء من أجل كرامة الأمة المتمايزة وسيادتها وتحرير أرضها المغتصبة. حتى هذا سنتجاوزه لأنه كله معروف لديه. ندخل إلى الأمة الآن، وهي النقطة المهمة بعد هذه الخلفية. يا جماعة، عندما نتحدث الكثير من الناس يقول لك أمة إسلامية وأمة مش عارف مسيحية أو أمة دينية وأمة كهنوتية. لا لا لا، نحن عندما نتحدث عن نتكلم في المشروع الوطني عن الأمة، وهي الركن الأساسي بالمناسبة في المشروع الوطني. المشروع الوطني عنده 7 عناصر، العنصر الأول والأساس فيه هو الأمة. فنحن نتكلم عن المفهوم السياسي المعاصر للأمة. لا دخل لنا بالموسوعات كما ورد في الموسوعات الغربية الحديثة وفي مواثيق الأمم المتحدة. وعليه يا أختنا سلوى، لا علاقة لنا بالمفهوم الروماني القديم، ولا علاقة لنا بمفهوم القرون الوسطى، ولا علاقة لنا بالتعريفات العنصرية التي أنتجتها المدارس الاجتماعية الغارقة في أسطرة العرق، ولا علاقة لنا بالمفهوم الديني لها، سواء يكون إسلام أو مسيحي. لذلك ننتبه، لا يمكن الآن في ظل النظام الدولي الموجود لا يمكن الحديث عن الأمة دون الحديث عن الدولة. متفقين على هذا. فما ذكرت الأمة إلا وذكرت الأمة، ولذلك تم ربطهما في الأدبيات السياسية. أختي سلوى، لو تقرأي أنت سياسية وتعرف هذا، قانونية تعرف هذه النقطة. في الأدبيات السياسية والقانونية دائما تجد الأمة الدولة والدولة الأمة، لا ينفكان من بعض.
فإذا كانت الأمة هي مجموعة أفراد فالدولة هو الجهاز الذي يشرف على أنشطة هؤلاء الأفراد، هكذا اتفق. ولذلك فإن الأمة الدولة أو الدولة الأمة هي التي نتحدث عنها هذا المساء. هي الأمة الدولة التي ظهرت ككيان سياسي بشكله الحديث لأول مرة في الغرب، وهناك عوامل وتطورات مهمة أدت إلى ظهوره نحن لسنا بحاجة الآن أن نشرحها. لكن الذي يجب أن نعرفه أن هناك صراعات بين هذه الأمم التي سارت، مع أنهم اختلفوا وتسارعوا في مفهوم الأمة وما هو الشيء الذي يجب أن يكون لكي نعتبر أمة، هذا كل كلام. مع أنهم تسارعوا إلا أنهم في النهاية كل الفلاسفة الغربيين، فلاسفتهم الاجتماعيين والسياسيين والقانونيين، أجمعوا على أن الأمة هي مستند الحق الضروري في إقامة الدولة التي يجب أن تتطابق حدودها الجغرافية والبشرية مع حدود الأمة وطنها وشعبها. هذا نحن نعرف. هذا الصراع في النهاية استقر المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، المجتمع الدولي استقروا وضعوا نظرية سياسية انتروبولوجية قسمت البشرية إلى أمم متمايزة، وأن كل أمة قالوا لها الحق في دولة مستقلة. إلا أن هذه النظرية ربطت شرعية هذه الدولة بوجود أمة أي أن الدولة تستمد شرعيتها من وجود أمة. وعلى هذه النظرية قامت مبادئ وقواعد القانون الدولي. وأخت سولة أنت سلوى الحمد لله قانونية وعارفة هذه النقطة بالتحديد. هذا ليس كلام إنشائي، أنا معتمد على لو كان أنا طلبت مني المصادر والمراجع. الأمة إذن هي مستند الحق في شرعية الدولة المعاصرة، وعليه فطبقا لمعايير القانون الدولي يجب أن تتوفر في الكيان الذي يسعى لتقرير المسير شرطين أساسيين قبل الاعتراف به فعليا من قبل المجتمع الدولي المتمثل في الأمم المتحدة. أول شيء قالوا يجب، هذا هو تعريف الأمة عندهم، يجب أن يكون هذا الكيان موجودا في السابق كمستعمر لكي تصبح أمة. أولا لكي تأخذ دولتك يجب أن تثبت أنك أمة. كيف تثبت أنك أمة؟ هذا هو التعريف. قالوا يجب أن يكون هذا الكيان موجودا في السابق كمستعمر، وإريتريا الحمد لله معروفة كانت مستعمرة إيطالية بحدودها وجغرافيتها والأمم المتحدة. النقطة الثانية قالوا يجب أن يكون هذا الكيان أو الدولة المرتقبة الوليدة قادرة على تقديم حجة قوية تثبت أنها موجودة كأمة متمايزة قابلة للاستمرار. وهنا كانت التحدي متمايزة قابلة للتحدي. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام شرحوه في أدابير وثائق الأمم المتحدة. قالوا الاستمرار أي لابد أن يتوفر في الأمة عنصران أساسيان. الاستمرارية معناها أن تكون كيان متجذر تاريخيا، كما ذكرنا الآن أمتنا متجذرة في التاريخ ولم يزرعونا كالبطاطس الإيطاليين. يجب عندنا خلفية تاريخية، مش يبدأ تاريخنا من 75 ويتطلع إلى المستقبل، نتطلع إلى المستقبل. النقطة الثانية لهم رؤية مشتركة للوطن وللأمة، وهذه مشكلة الآن. لهم رؤية مشتركة لهذا الوطن ولهم إرادة العيش المشترك والتمايز. ماذا تقصد به وثائق الأمم المتحدة بالتمايز؟ أي أن تميز نفسها عن غيرها من الأمم الأخرى. عندما نقول إريتريا يعني أنها متمايزة عن إثيوبيا، متمايزة عن السودان، متمايزة عن السعودية، متمايزة عن جيبوتي، عن أمريكا. وعندما نقول أنا إريتري فأنت متمايز عن الإثيوبي، متمايز عن السوداني، متمايز عن الجيبوتي، متمايز عن السعودي. وإلا فإن الأمة غير موجودة. فإذا لا توجد الأمة الدولة ستصبح وجودها في خطر. الدولة الإريترية نفسها قد تفتح الأمم المتحدة الملف من جديد. طيب فكرة الأمم المتحدة من أين جاء؟ فكرة الأمة شرطا مسبقا لقيام الدولة من أين جاء أصلا؟ هذا مستمد أصلا من مفهوم تقرير المسير، وهو مبدأ مركزي في ميثاق الأمم المتحدة حسب المادة 55، ليس إنشاء هذا، وطبقا للقرار رقم 15/14 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ولذلك
فإن القانون الدولي عندما طرحت قضية إريتريا ألزم أمتنا بهذا الشرط، حيث كان السؤال المركزي المطروح عند مناقشة القضية الإريترية، وأجدادنا عندما ذهبوا إلى الأمم المتحدة لماذا كانوا يذهبوا؟ يدافعوا عن الأمة. وعندما بدأت بعثت الأمم المتحدة 5 ولا 6 بعثات، لماذا جاءوا؟ عشان يأكلوا البرس. يعني ما هم جاءوا عشان يتأكدوا بأن إريتريا تشكل أمة ولا لا؟ هل إريتريا تشكل أمة ولا لا؟ هل يمكن اعتبار إريتريا أمة؟ وهل إريتريا تلبي فعلا تعريف الأمة؟ لهذا السبب جاءوا للبحث عن هذا الشيء. وأجدادنا فعلا، ولذلك بيغا هولي، وهذا من القانونيين الكبار، وأكيد أنا متأكد أن الأخت سلوى تعرفه هذا الرجل، والباحث عالم كبير جدا، يقول وفقا للنظام الدولي السائد يجب على إريتريا إظهار وضعها كأمة قبل منحها دولتها الخاصة. هذا ما قالوه لأجدادنا. أنتم تقولون تريدون دولتكم؟ نعم، أثبتوا لنا أنكم أمة. كيف؟ قالوا أثبتوا أنكم متميزين. ما في مجموعة منكم تقول إثيوبيا وبعدهم يقول السودان وبعدهم يقول تيغراي. لا، أنتم عندما تقولوا إريتريا فنحن إريتريين، إريتريا للإريتريين. أثبتوا هذا في أرض الواقع. ولذلك الاستعمار البريطاني، لأن الخطة والأمريكا كانت مفبركة، استعملوا هذا كذا، قالوا الجماعة مش متفقين، جزء منهم عايزين إثيوبيا وجزء منهم كذا، ففوتوا علينا الاستقلال. ولكن بعد ذلك ناضلت الأمة الإريترية 30 سنة أخرى. إذن يا جماعة، من البداية عرف أجدادنا تطلعاتهم القومية كأمة متمايزة وقابلة للاستمرار وتتمتع بإرادة العيش المشترك، ليس فقط من خلال تاريخهم الطويل المنفصل عن التاريخ الإثيوبي وتجربتهم الاستعمارية الإيطالية والبريطانية. لا 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 لا، مش هذا فقط، بل أسسوا شرعية الأمة الإريترية على المثل القانونية والقوانين المعيارية المرتبطة بمفهوم الأمة، والتي أرساها قانون ميثاق الأمم المتحدة نفسه. قالوا لهم ها هي عندنا خريطة استعمارية، عندنا إرادة العيش المشترك ومتميزين، وعندنا خلفية ثقافية تاريخية أقدم حتى من إيطاليا وأمريكا، أقدم من أمريكا. أمريكا عمرها 400 سنة قالوا لهم أجداد. نحن جذورنا التاريخية ترجع، أول البشر عندنا وجد في هذه المنطقة، ليس في. لذلك كانت أجدادنا حججهم قوية جدا جدا جدا. أنا الآن لو تحدثت في هذا والوقت لا يسمح لنا، ولكن أجدادنا فعلا أحرجوا الأمم المتحدة بقوة حججهم القوية التي ساقوها حتى البعثات الأمم المتحدة التي أرسلتها إلى إريتريا للتأكد مما إذا كان الإريتريين يشكلون فعلا أمة ويتمتعون بالاستمرارية ويتمتعون بالتمايز ولهم رغبة العيش المشترك كما يدعون. أثبتوا أجدادنا مسلمين على مسيحيين، كونوا الكتلة الاستقلالية وأسسوا ما يسمى بلجنة الأعيان إلى آخره. هذا كلام كثير جدا. كم بقي لي؟ لسه عندك 5 دقائق تقللها. لا تقللت على بان إلا بس. لا كان دي بقى تركينا تريني بس إلا تقللت اللي بدي بها 5 دقائق ترفيك. طيب، عند ذلك يا جماعة الدوائر الغربية والاستعمارية، لأنها إريتريا فعلا زي ما قال كثير من الباحثين منهم أنها كانت يعني كانت بضاعة يساوموا بها، يعني يبيعوها ويشتروها ويكسبوا بها إثيوبيا وكذا. عند الحجج القوية هذه عندما أعجزتهم استخدموا ورقة العيش المشترك، وهذا ما نخافه اليوم. ورقة العيش المشترك، واحد يدعي هوية أنه تيغراي وواحد يدعي أنه كذا، معناها ملف الأمة الإريترية كهوية في خطر طبقا للقوانين الدولية. أنا كنت أسمع خطاب بطرس غالي يوم استقلال إريتريا أشار إلى هذه النقطة، قال الأمم المتحدة بعد نكرانها الطويل لا نعترف، فما ممكن يفتح هذا الملف من جديد، يعني يفتح هذا الملف بأن إريتريا تشكل خطر على الأمن الدولي ولا بد أن ينزل في وجود هذه الأمة وكذا وكذا. لذلك الأمم المتحدة أنكرت بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، أنكروا وجود إريتريا كأمة، وقالوا لأجدادنا أنتم شعب لستم أمة، شعب ساب نيشن. قالوا لهم أحسن واحد فيهم تعبير بتاع رئيس الوزراء هذا في الخطاب اللي ألقاه،
قال أنتم ساب نيشن، لستم أمة فرعية لأمة كبيرة هي الأمة الإثيوبية. ولكن الكلام العام كانوا يقولون أنتم شعب، هذا الشعب يتكون من قبائل وإمدادات، وقالوا منقسمون طائفيا إلى مسلمين ومسيحيين، وعرقيا إلى حاميين وأنساف حاميين، وساميين وأنساف ساميين، وكوش وأربع كوش. هذا المصطلحات اللي هم جاءوا بها أسباب. قالوا لا تملكون تاريخا مشتركا، ليست لكم رؤية واحدة للعيش المشترك، وبالتالي فأنتم جزء من الأمة الإثيوبية. ولكن رد أجدادنا في ذلك كان حاسما جدا جدا، وأن الشهيد إبراهيم سلطان وإخوانه الذين ذهبوا للدفاع عن هذا، وعبد الشهيد عبد القادر الكبير أيضا كان في طريقه للدفاع عن الأمة الإريترية ومفهوم الأمة الإريترية إلى الأمم المتحدة. ولأن هذا الرجل كان يملك قدرة كبيرة جدا على الإقناع والجدال، إلا أنهم اغتالوه وهو في طريقه إلى الأمم المتحدة. كلنا نعرف هذه الحادثة المؤلمة جدا. ونحن نعرف كل هذا الكلام الذي يدعونه. ما فيش أمة متجانسة. أمريكا الآن إثيوبيا اعتبروها أمة في ذلك الوقت. وفي تلك الفترة التي كانوا يتحدثون فيها إثيوبيا فيها 100 لغة، هذا فقط المكتشف منها، وغير المكتشف ممكن قد يكون مثل هذا أو أقل منه بقليل. شعوب لا تعرف بعدها بعد، أعراق وأقسام وقبائل ومش عارف شنو. فأصبحت إثيوبيا كان يرى إليها بأنها أمة واحدة. أمريكا التي شكلها المهاجرون فيها من جميع الأجناس اعتبرت أمة واحدة. فقط هذه المشكلة واجهت الأمة الإريترية، وأجدادنا كانوا فعلا مقنعين وأنا حاجزون بطريقة احترافية اعترفوا بها. إذن يا جماعة نحن نقول أنكرت الأمم المتحدة وجود إريتريا كأمة ورفضت الاعتراف بها أمة. هذا من أين جاءوا بهذا الكلام؟ المجتمع الدولي كله لماذا أنكر؟ أم اعتمدوا على تقارير لعملاء كانوا يخدمون الأغراض الإمبراطورية. نذكر منهم تريفاسكيس، طبعا تفاصيله أنا لا ماذا قال وماذا قال. مثلا تريفاسكيس يقول الأمة الإريترية هو يصفها في هذا التقرير بممزقة مجموعات عرقية مختلفة شبيهة بالثقافة والدم لجيرانهم في إثيوبيا والسودان وجيبوتي. تخيل حتى جيبوتي نحن اللي نشبههم، هم ما يشبهون يعني. غريبة في هذا الأمر. قال يشبهون إخوانهم. تفضل. دكتور موشي، والله شكرا جزيلا على المحاضرة القيمة والثرة والإضاءة يعني التاريخية على مكوناتنا وانسجامها وتمازجها لدرجة إنها يعني ترقى لإنها أو إنها تشكل أمة واحدة ذات هوية مشتركة اجتماعيا وثقافيا وتاريخيا، وهوية واحدة يعني دافعت عنها بقوة وبشراسة يعني أمام كل التحديات وهزمت الاستعمار والمعتدين يعني. شكرا جزيلا لك، وممكن مزيد من الإضاءات والإضافة مع الأسئلة في فقرة الأسئلة. متأكدة تماما الأخ زينشوكاي يعني محضر لك أسئلة إن شاء الله تقدر تكمل من خلال الأسئلة. الآن حنمشي لفقرة الأخ. نعم شكرا لك جزيلا برضو الأخ شفا عمر ومداخلته بعنوان أصل أو بذرة السيادة الوطنية الإريترية الأمة. نعم سلوى. نعم أول زين الأستاذ زين شوكاي لازم يترجم. نعم سوري نسيت والله. الأخ زين شوكاي الآن لك الفرصة وعندك 15 دقيقة للترجمة برضو يعني موجز، وممكن نضيفك نزيدك زيادة كمان شوية 5 دقائق. يعني عندك مساحة من الوقت في حدود ماكسيمم في حدود 20 دقيقة. تفضل لك المنصة. جميل. كنت قاعد نقول لكم أبزي ترخيبكم زلهم نوم مشيت بأنا مالتي بأوروبا نقول ما بأمريكا عزوز سلامتين مسجانين كأوروبا لكم يفرتوا أتي تسكيمي زلهم على فنت ناي دكتور مشي أبتغرينيا نخلوته كبير على فنت مخالو ناترد أني قدلتات كم زهلو دما السوعيلة تجنزيبه حسرتنا يزي حاتوا هاي بالنزلوا أبقمت أتيهم أنا ونأتيه
perfection أي تحت تخابين مباليو ممغنيتا زي كونس تي ودعاوي هونتاتكم مثل زجددني حجي دكتور موشي بمنتهي جميرو نحنا أبتع أسرنا بحقوتاتنا نختل كم زلنا إريتراويان كم زهونة جرحونا كإلت كم زلنا بحبر كم أمة كنقسقس زخلو أبقمت أتينا تيخ بلوز زلو زربا أبزي تسرتي يلو جميرو مالتي تزربو دحرين تايبل تأماونا وي نيشن هود بتعمي أجداسن حادقنيان أمريو نسود ما مستهلاوين إيرترا استأساسر سلزخوني كم أمان وي كم هاجرن دولة مالتيو أبزي أمرزي زخوني سلقلق ويد ما زي معروي أكايدا ويد ما انتدأ ترغيبه إيرترا أبنى حطو ملكت زقتو قداي سلزخوني كم تنحد لو من اليوزر لنا قال يوم نفسهم كم تجارز أقربوا قال يوم نفسهم كم إثيوبيين زقربوا قال يوم نفسهم كم بحيرات زقربوا كسب كنديانا زي تسنعي ويز فابريكيت الزخونة كمون سنة حسب تحت هجراون كجمة زخيل نعونا تخطوا زخود زلوا كسب كنديانا حاجة مخانو أبتي ناتنا هاجرن أمان سعتوي مثلاً نحنا هم إرتراويان أبسلتان كن ودادر ويد ما كن من حد عندنا خنسعر مفتان بحرياوي جن أبتو ما ونتنا ندحر زخونة كم زعين زعم السلة كتع ويد ما كونفليكت ندحراتينا نتي إرتراونت ويد ما نتا إرترات بهالون كم حنتي فلوينت زلوا حجر كم حنتي نفسها زخالت حجر ناي مغنصال حقاونتا كتراجع زلوا سهل كونتات أب حدا جاز أتمخانو من زسحت نجر أي مثلاً هران تايبل تي كله كم إرتراويان زعتنا يو كالستات يخون مسوعتات كم بعثات حزنا خم إرتراويان نازي وماونتنا نحن الرجاجز ينيرو أبشحن شعبتي تسعة سنة دما وين إرترا وين الناس النت وين حنت من كل ناون نعوخن الرجاجز هنا نتي إرتراون نت نحن الرجاجز نتي إرتراني إرتراويان كنا الرجاجز هنا غيرنايو السوها خبتي أيديولوجينا أم حرنت وين تجريني ويكالي كموز أمسري نعوز نتسق نعوز زي قبل مخانو الرئاسنا مالتيو بس بريفرندم دحريون نس 3 عامات كنك على كلنا كل الزخلو زخفلنا يوم مسوعتي يخون زخفلنا يوم قالسي زكايده قالسي نزغنا الرئاسنا غيرنا يوم دحرين تايبل إرتراونت وي أماونت نا إرترا أب تاريخاون تاريخاون مسألة كمينرو أبوخن تكرن كلا لنا حجي تاريخاون مسألة ناي إرتراونت تاريخ زلوه نوح تاريخ زلوه مخانو يجلس مالتيو جن زون كله نمنتايو تخاحيدو النازي نمنتايو تنفي قلنا زي مسألة زي أبوه المزينات نحلنا جن أب تاريخ ناسي معت تاريخاوي سندات معت تاريخاوي مرتعوتات كم زلنا كنسعد جبلنا أبو نوع الرجال نحن الرجال تن أخونا تن أب إرتراز نبرة نكسن نتات نبلن دحن أبي كم زنبرة ببحن تقصن فدينو مالتيو كاب جزية عدولي ساتحزنا دحريون أبقت عز بحال بوتا كاب نقفق سب مسوع ز محاضر زنبري كمون نكسنت نيجارين ويجارين يلو زغلوسو كابرو رابق الله حسب جماعة نيقيح بحال زغيد زنبري كمون عبد برواز زنبري نكسنت أب بازين زنبري نكسنت ني بازين كل زي
حدا مرتعو ينعنا تاريخ كم زلنا نحبراو تاريخ كم زلنا خمزبي كابو حلفلنا نتي محبراون أسرار عنا خب إرتراويان أب إنداتات يخون أب كبيرات يخون نزي أي كحدون نزي أي كولفون تي زلنا بهلون بتفعل عليه أجابات كم واتا كرار عندر كمون أسعسعيتنا هنا بتفعل عليه أجابات كمون أب قتمتات يخون أب مساريتات كله سي نيرتراويان زقبرهم نسي بحسب نحر دمر كب نايزي تاريخاون محبراون هلاون إيرتراويان كم حنتي مالتيو ونت ما تزر رجاجسيو منتاتناون كم يزمثل كابجزية توتيميزم جميرنا معت أملخوتات نرو عستر مدر وريح بحير مقا يفعم رفش زبل بزح أملخوتات كم زنبري دحريون سجيرنا كريستنا هن أدخل لنا هم إيرتراويان دحريون كريستنا هنقبل دحريون إسلامنا هنقبل كلنا الزخلو من رجاجسي حادي تاريخ كم زلنا زرجاجس حادي مخنا زرجاجسيو أب إيرترايبل بزي واحد كاب 8 شح لعلي تاريخاوي بوتاتات لنا التنزعب يا هون تقيسها وحيتو مترا دبدب كسكسي دحلك كوكن شابايد دندانيت كومونيتي أوز ترخبي بأمنس سربي مسكرات كل زيك سبكن دياناي حبتخم زلنا بحلو حبتخم زلنا حادون مخانا زجلس مجلسات مخانو زرقاقسيو كومونيتي قبيلاتات يكون انداتات أباركا زلو مسمهار مساحل أبكبسا زلو مس متاحد أب أفريقيا انتدأ كنا نسأل فتينا أتي هوموجينس زخونة حد عينته ونتزلوه هزبي زلو بزح حزابا يكوننا بأفريقيا كم هزبي إرترايبل سلازي أتي تاريخاوي يكون بهلاوي أما أنا تزلنا ناي حبار تاريخ زلنا ناي حبار بهلي السيكون شجرنا معنا تشجرنا زي موهاد زي همجنستي بوليتيكال يودا أمبر بهلاون محبراون كم زي كونه يجلسوا مالتيو كابو حليفو أبتي ناي بتاريخون انتايبل بزح كابتك زي تركت حيزو هذا هزبي كمسرت مسيرت كجبر مز سلسلة بحلف لما أتم طرق صوفية زبلهم صوفيزم مالتيو كمون نقدتات كبساتات إرتراز كايد زنبري ناي موهاد مبسحان بحسب كان كامون بارن أبنان ناينن حد كا عبيت بعالات مستافن بزح كوموتات يتكس مالتيو دحريو أب نقدتات ناي بيت كهنتون مريم دعاري دبرسينا كسب كندي أنا حبر أو تاريخ كم زلنا زري ناي حبر ديمقراطات كم زلنا خمس بي زبرهن زجلسن مخانو الرجاجي سومالتيو كاو سجيرو ناب نايتاريان جزينا نمسي مالتيو أب جزيت أليان ستهانسي infrastructure نعنا خم إرتراويان كحد حزب غيرنا خنبل نخلينا حجي أب جزيت أليان استفزم انتهي إلا أنت حتيتنا نحنا خم أي تسنعنا نشعو نحنا نيرنا إنا كم جيمت أليان نعبدنا تي كارتاناتا زحنسسي بوليتيكاو ملكع زت حزا مخانو من نمزخدو أيكونن أبو تاليان عبدنا معت تكالات يحنيسو كم أبنت يتكس مالتيو إذا ناي مرة خبي مجدتات يكون سرقيادات مربب ناي سرقيادات مربب ناي بابورات زي تجرب عبدنا نتهز بنا بقليلو خبوتنا بوتا خمس خيد بقليلو كم زراخب بقليلو خمس نجد ننحت حدو خمس اللالي جيروا مالتيو
حجي اب جزء طاليان سهانسي ناي مجد بابور كاب نتدا وسيدنايو كاب مسوا حساب جندا 75 كيلومتر زلوه كاب جندا نفاسيت 26 كاب نفاسيت نربع ربع 10 كيلومتر زلوه 4 نسمر 10 سلسه كاب اسمرا نكرن 100 كيلومتر كاب كرنا قردت 86 كيلومتر زلوه ابشعن 933 ون እዚ ተወዲኡሲ ኣስፋልት ስራሕ መገድታት ተጀሚሩ ማለት እዩ ሽዑ ድማ ካብ 3596 ዘይውሕድ መራኸቢታት ናይ መገዲ ኣብ መላእ ኤርትራ ከምዚ ሸፈነ ይገልጽ ማለት እዩ ከምኡ እውን ናይ ፖስት ኦፊስ ናይ ኣገልግሎት መዓት ከም ዝነበረ ይነግር ትካላት ናይ ምህናጽ ናይ ኮንስትራክሽን ካብ ኤርትራ ኣብቲ ግዜ ኣብ ጥልያን ከመይ ከም ምዕቡል ከም ዝነበረ ይገልጽ ማለት እዩ ካብ 846 ዘይውሕድ ትካላት ከም ዝነበራ ኣብ ኤርትራ ንምህናጽ ማለት እዩ ገሊጹ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ መራኸቢ ናይ ንዋት ይኹን ናይ ደቂ ሰባት ምጉዓዝ ድማ ኣበርክቶ ዝነበሮ እዚ ከም ምድሪ ባቡር ይኹን ኣውቶቡሳት ይኹን ናይ ጽዕነት ማኪናታት ይኹን ክሳብ ክንደየናይ ኣብ ኤርትራ ينقسم هم زنبرة جلسوا ولا مالتيو ስለዚ እቲ ናይ ኣብ ግዜት ሊያን ዝተሃንፀ ኢንፍራስትራክቸር ክሳብ ክንደየናይ ነዚ ነዞም ኤርትራውያን ኣህዛብ ይኹኑ ቀቢላታት እንዳታት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝቕመጡ ታሪክ ሓበራዊ ታሪክ ዘለዎም ዝያደ ከም ዝላለዩ ከም ዝገበሮም ብዙሕ ይጓዓዙ ከም ዝነበሩ ክሳብ ክንደየናይ ከዓ ከም ዝማዕበሉ ኣብቲ ግዜቲ ዝሕብረና ብጣዕሚ ኮንክሪት ዝኾነ ንኤርትራውነት ዝሃንጽ ንኤርትራውነት ዘደልድል ነይሩ እምበር ኣይ ካሓዶን ነቲ ኤርትራውነትና ይብል ካብኡ እቲ ኡርባናይዜሽን ንባዕሉ ይብል ክሳብ ክንደየናይ ተራኽም ትፃወተ ከተማታት ኣብ ኤርትራ ምስተሃንፀ ኣብቲ ተሓሳስባ ናይ ደቂ ሰባት እውን ምዕባለ ክርአ ተጀሚሩ ጃርዲናት ዘሎ ሕርሻታት ዘሎ معت تكالات مستهانسة إرتراويان نحدهم كلاليون نحدهم كباسعو ناي بيت تمهرثات يخون هوسبيتالات يخون بانكتات بوليس كل زي أجهزة إعلام زي ما عبلنا أنا كم حدا حزبي فلويات جيرونا أنا كم حدا حزبي أما عبيلونا زبل الرأي عايزلو كابو أبتولا بتجزي ناي تليان تمهرتي ناي مزرجح تمهرتي نو سبون الرو ولا أنت زي كوينو جن كسب كندياناي تمرتني خمس نبرة أبتي مهناس ناي إرتراو ماونة تراهم تسعوتي كارتاني إرتراي خمس نبرة تمهراي إرترا بزعب إرتراي مهر خمس نبرة أبتي كاريكولوم خمس نبرة إرتراونة يجلس مالتيو سبوم خنياتهم توم أبتي جزيت تمهرو نتي إرتراونة كمي جيرون كم زعقبو حسابك كفريق إلهم يعني كابتي زنبرة كابستو هبا ما استمروا مالتيو كمون أب سينما ثياتر أب إرترا أب تجزيتي أب أفريقيا فلوت أي نبرن كم عينة معبالة أب إرترا جن معت ناي سينما الدراسات ناي ثياتر الدراسات كم تهنسي بشحن شعتمتين 4 ودو 5 نبرة يجلس مالتيو أب سمرا يكون أب أردت أب دكم حري أب كرن أب تمحرون ممهران زواسولو سينما زريولو كم تحنسي ينقر مالتيو دحريون ابت اسكرنا يزار مالتيو اجداد اسكرنا نيرو ناتنا ينبرن تكال جن نعانا حساب كندينا يخم نوهات كم زجبرنا كم ابنت تقصو سوسا شح اب نبين ليبيا نبينا سوسا شح زخونو تواقعتي ارتراوين كم زنبرو እዚኣቶም ካብ ተፈላለዩ ቀቢላታት እንዳታት ሃይማኖታት ነይሮም ኣብቲ መስርሕ ተኽሳብ ክንደየናይ ከም ዝተላለዩ ከም ዝዳቐሉ ከም ሓሳባት ክለዋጡ ከም ዝኽኣሉ ዘብርህ መርትዖታት ከም ዘሎ ይነግር ማለት እዩ ከምኡውን ኣብቲ ግዜቲ ወረራት ክመፁና ከለዎ ብኤርትራ ተቃውሞ ዝረኣዩ ኣቦታት ከም ዘለዉ ከም በዓል ራሲ ወልደንክኤል ሰሎሞን نيوحنس قوامه خلوا بشحن شمونتن 78 كنتيبة حامد ني ورا راي قبساويان كم يجرو خمس بده دجازمات بحت حجوس
بشحن 894 من طاليان خمي كمزي بدهم زخلو تفلالي قال ستاتن كله نفس وكف نبينو قالس ولا يحلم بر نتي ارتراو ماونت نتي ارتراو سمعيت كسب كندينا خمسه حيلو ينقر مالتيو ابربعاتات دحراي بدهوتات كاري قتيمنا مالتيو انتي كبهات جميرو ابتي غزي أربعة زنبرة كوربوس ناي بوليتيكا نيرتراويان ب يونايتد نيشنز مسؤولهم كل فوقهم كلهم أربعة لأخوات ناي يونايتد نيشنز كمسؤول كلهم عبدنا مبزحتوا أبنتاي زمركوز زنبرة نحنا هم إرتراويان هم زي كنا نحنا هم إرتراويان هاجر كم زي كنا حزبي علوب إرتراجن سب نيشنز يقوم السهم نفسهم زحالكم أيكونكم نابلو نتي ناي إرتراوي فنان زتنكف أكراربا ينيرو نحنا كبلو خلونا كم أبنت اسهم بدائية primitive nation يهم كلنا خلوه نيرو primitive nation هود نيرو يبقى إرترا جن انت امزح حدوز نبرو أبت مسرح ناي أماونه ناي إرترا كسب كندياناي كم زمع بلي أبجزت اللي نكون تدميز نبرون أب تاريخنا تخايدنا تنفيقنا ناس مسألة زي نمباليو تي نيشن هود تي دولة زبلسي كسب كندياناي كم استحدنا مستي فاكت نايتي عالم لخاوي حقتات كنت ناس أصرخ كلها ناي مخد بروسيس دا أين رمبر ناي نيرو أين برن أو زتلات أين برن حجي نحنا خم نيرنا مالتيو تي أبشعو جزية زتلب زنبرة أب زه هذا عين تزبس أب تحت مجزعتني نيرون ترى أخوين يو هذا كم حاجات من اللوز خيل يلوم نيرترا كم خلا أي تأمن اللان مالتيو كوا حليفنا ناي حبر من برد اليد لكم دخوم يويلن أب قبيلات إنداتات تفرع الحيوانات سلزخونكم زبل هذا موجود وين يقرب نيرو سون دخوم نيرو جن أبتيك زيتي تسعوي تمنو مالتيو مزميزون مو ناي حبر منبر دليات يقولكم يلوها يلوم كا يخصونا نيرون مالت نيرتراويان أبو تات كدخمونا يفتينهم تسعوي تملو يوم نزل حتى زون فلوينت ناي إرتراويان كم إرتراويان إرتراويان إن إرتراز جبراسي فلوينت نحنا أيو حجي نحنا كم إرتراويان التميز بلوزلو فلوينتنا نحنا السودان أين مسلنا نحنا إثيوبيا أين مسلنا نحنا جيبوتي أين مسلنا الصم ناتهم تاريخ اللهم كم فلوي تاريخ كم زلنا نعود نزيد تقاعدو دحر حجون نحنا هم إرتراويان نزف للياتنا أنت زي أسببنا يو ندقنا يونايتد نيشنز مسيوم نزي حطو زي كم بحدش كل علوة يفوقوا يوم زبل منت على النيب الدكتور موشي سلازي نزي كم يجينا نسأنكرو نحيله أستاذ زين شوكاي معلش على المقاطعة عندك دقيقتين عندك دقيقتين بحلاون تاريخون أما أنا حدا مخانو تي أمونتنا أبتي international values تهنسى مخانو انت نحنا نعوخ ندلدل كيلنا زحوتونا أمونتنا زك حدا له مخنيات أي كهلونيو نحنا قلنا بزند حب دخيمنا ندقنا زحوت زي خم بحدش كل عالس لزخل نزحوت زبعتو بالنت كنحزن لنا زبل الرأي زلني بالدكتور مشو يغني لك شكرا جزيلا أستاذ زين شوكاي لإيل سبل العدام وإيل تحسب بقدام أسولا لإيل سبل العدام وإيل تحسب بقدام أسولا لا لي ريام لا ريم كيف انت والسلام أسولا لا لي ريام لا ريم كيف انت والسلام أسولا ايتش فقيك
ላስፋልኔ ክቦ